احنا بنعرفكم بس قد ايه الايمان بتاعكم ايمان. اخونا عادل ما هو شال الصليب من ايده. شلت الصليب يا حاج عادل؟ الحمد لله، ده فضل من عند ربنا يعني. كنت مبسوط ان وانت احنا شلنا، بتشيله؟ والله كنت مبسوط، حتى والله الوجع اليوم ده واللي بعديه يعني، عشان هو بيبقى فيه زي الحرق كده. كنت مبسوط جدا ومرتاح، حاسس ان جسمي كان نضف، والله مش كلام كده، انا كنت حاسس ان جسمي نضف. عارف ان انت تبقى بتعلن شركك وتتفاخر بيه وتلزقه على جسمك وتكتبه، دي حاجه صعبه جدا. كنت بتكسف جدا لما الصليب يبان جدا، لدرجه ان انا لما كنت بروح اصلي كنت البس الساعه في اليمين عشان الصليب ما يبانش، مش خوفا من الناس في المسجد، لا خالص، انا بتكسف من ده، بتكسف ان انا كنت في يوم من الايام مشرك، في يوم من الايام بتفاخر وبعيط بالدموع وبقول لربنا يا من صرت حقيرا من اجلي، تتخيل؟ فبتكسف جدا، حتى لما لا باجي بس اقعد مع هم نفسي واسرح اه كسف جدا على الصلوات اللي انا كنت بصليها وبهين فيها ربنا، مش بسبحه ولا بمجده ولا بعظمه، لا ده انا بشتمه شتيمه، تخيل، عبادتي شتيمه لله. فالحمد لله على نعمه الاسلام، والحمد لله اني تخلصت من الصليب، ودي اجمل فرحه حصلت لي يعني بعد اسلامي، الحمد لله. ربنا يثبتك يا رب ويبارك فيك. على فكرة ده مش احساس اخونا عادل، لو اي حد دخل الاسلام بيبقى كاره للصليب وكاره للايمان اصلا. ايمان اي حد على فكرة اي حد بيترك المسيحية بيتأذي جدا من الايمان ده، وبيتأذي جدا من المسيحيين اقرب الناس ليه، وده بسبب الكتاب بالمناسبة يعني، ده هم مش جايبينه من بره.